منتخب مصر يفوز على بوتسوانا 4-0 المرة الثانية على التوالي وفي أقل من 4 5 أيام. منتخب حسام حسن قادر إن هو يكسب أو يستغل ضعف الفرق اللي بيواجهها وإنه يكسب بسكور. فترات سابقة قبل كده كنت تنتظر من المنتخب إن هو بس يكسب فرق هدف، يتعادل، المهم إن هو يجمع نقط وإن أنت تقدر إن أنت تصعد. لكن ده مش بيحصل دلوقتي. أنت دلوقتي بتلعب على إنك تستغل ضعف الفرق اللي قدامك، أنت أضعف مني أنا هدوس عليك لازم هكسب. وده بتشوفه من أول ثانية، ولكن برضه وللمرة الثانية على التوالي وفي نفس ال4 5 أيام فرق، منتخب حسام حسن في الشوط الأول تقدر تقول أداء جيد جدا، ولكن في الشوط الثاني من أول ثانية بيبتدي الإرهاق والإجهاد يظهر على اللاعبين، بتبتدي تشوف بعض اللاعبين بتشتكي من إصابات عضلية، وده في رأيي هو مشكلة مستمرة في توزيع الجهد على 90 دقيقة. انت بتطلع كل اللي عندك وبتلعب بروح وبغل والكلام ده كله عايز تسجل من اول ثانية. ولكن خليني افترض افتراض صغير، مش هقول لك لو انت بتواجه فرقة قوية شوية اقوى من راس اخضر اقوى من بوتسوانا، الفرقة عندها من الشراسة انها تقدر تبغتك او انها تقدر تسجل في مرماك. لكن هقول لك حاجة تانية خالص. لو انت دلوقتي بتلعب على ان انت تسجل وبتطلع كل اللي عندك في الشوط الاول وما قدرتش تسجل في الشوط الاول، هل بنفس الاداء اللي انت بتظهر بيه في الشوط الثاني قادر ان انت تسجل؟ طب على الاقل قادر ان انت تدافع عن مرماك؟ ده سؤال يستحق اننا ندور له على اجابه، لان ده بالنسبه لي علامه استفهام كبيره. ده ناهيك طبعا عن ان انت ما واجهتش فرق قويه وما اعرفش هل لما هنواجه الفرق القويه هنكون استعدينا بشكل افضل وصلحنا بعض الاخطاء والسلبيات اللي عندنا، ودي ابرزها توزيع الجهد على 90 دقيقه. فده سؤال مطروح وفي انتظار الإجابة عليه من حسام حسن. لكن لحد النهاردة خلينا نقول إن الراجل عامل معاك فوق العظمة بشوية، الراجل مخلي المنتخب بتاعك له شكل، قدرت إن أنت يبقى ليك هيبة في وسط الفرق اللي هي أضعف منك. في وقت من الأوقات زي ما قلنا أنت ما كنتش بتنتظر من المنتخب إن هو يأدي بالشكل ده خالص نهائي. كمان حابب برضو أعلق على بعض أداء اللعيبة. يعني أنا بالنسبة لي محمد صلاح، ومعلش اختلف بقى مع المعلق الكبير كابتن محمد علي، في نغمه كده ان احنا بنقعد نقول محمد صلاح بيظهر مع ليفربول وما بيظهرش مع منتخب مصر. ما يعني انت شايف ايه؟ طب انت شايف، هات لي سبرنت واحد ضربه محمد صلاح في الماتش، قول لي يعني انت شايف حاجه احنا مش شايفينها؟ احكي. هات لي التحام واحد التحمه محمد صلاح، هات لي ارتداد دفاعي واحد ارتد فيه محمد صلاح. محمد صلاح قاعد على عند الخط، ما بيرجعش، ما بيجريش حتى يا سيدي عند ما بيتحركش. يعني في كام كوره كان بيضغط على الحارس ما بيضغطش. انا اهو انا عامل نفسي بضغط اهو تمام، يجي مروان عطيه يغطي في ظهره، يجي زيزو، يجي الراجل ما بيجريش ولا بيتحرك ولا بيصنع لك ولا بيعمل اي حاجه. حتى مع احترامي يعني الهدف اللي جابه النهارده خلاص الكوره مكشره، الراجل جاري يعني خلاص لعبها له محمد جول. هو اصلا معدها من الحارس اللي على الله حكايته. يعني انا مش شايف محمد صلاح. هتقول لي ذكاء واحتراف ولاعيب محترف وبيعرف يدي للفرقه اللي قدامها للفرقه اللي قدامه على قد ما تستحق وما يبذلش مجهود اكبر. ما بنشوفش ده يعني في زمايله برضه اللي بيلعبوا في ليفربول وبيلعبوا في منتخباتهم وقدام منتخبات اضعف، ما بنشوفش ده. وهنروح بعيد ليه؟ يعني تريزيجيه موجود في نفس المباريات، تريزيجيه النهارده هدفين واداء وبيجري وبيدعل على الكوره وبيلعب نص ملعب وبيلعب جناح وبيتحرك وبيروح وبيجي. ما بنشوفش الكلام ده من محمد صلاح. اه المباراه سهله وضعيفه والكلام ده كله، بس انت هتيجي بعد كده في ماتشات اصعب. هل برضه هتفضل خايف على رجلك؟ هل برضه هتبقى لا مستني بس انك ترجع ليفربول وترجع في الطياره بسلامه ان شاء الله؟ ما بنشوفش محمد صلاح مع المنتخب، مع احترامي يعني. اللي يختلف يختلف، اللي يتفق يتفق. في زيزو برضه نفس الكلام او مش نفس الكلام، انا شايف زيزو بيحاول، وبصراحه هو زيزو كويس، بس حجم التوقعات اللي انت منتظرها منه، حجم التحفز اللي من بعض جمهور الاهلي اللي متحفز له بناء على ان جمهور الزمالك شايف ان زيزو ده حاجه ضخمه وكان رايح برشلونه واحنا حايشينه وبتاع، فانت بتنتظر منه بقى اتفضل يا عم ورينا يا عم الملعب اهو. ما بتشوفش منه بقى اللي انت حجم التوقعات اللي انت منتظرها منه. لكن لما تحط لاعب في موهبته في حجمه في الكلام ده كله اللي هو بالمناسبه مش قليل، اللي هو يلمس لمسه صح، يتحرك تحرك، يغطي دفاعيا، يلعب هجوميا، يحاول يرفع رفعه مره اترفعت مره لا بتاع، هتلاقيه كويس. انما بحجم التوقعات اللي انت منتظرها منه طبيعي جدا تحكم عليه وتقول فين زيزو؟ زيزو مش موجود. لا،
انسى كلام او توقعات اللي انت منتظرها منه بناء على الثقه او بناء على الافراط في المبالغه في الاشاده بزيزو. هتلاقي ان زيزو لاعب عادي كويس وكويس، بس ما تنزلش منه اكتر من كده. المدافع برضو اللي بيشركوا النهارده كابتن حسام حسن لاول مره، ماشي، حاجه كويسه ان انت تبتدي تظهر لعيبه في مباريات سهله زي كده نسبيا، ولكن تمام يعني ماشي، ما نقدرش نحكم عليه برضه. يعني ما تقدرش تحكم بشكل عام في المباريات السهله دي غير ان انت قدرت تقتنص او تستغل ضعف الفرق اللي قدام. لو ما قدرتش تعمل ده ساعتها نبتدي نتكلم. فلحد النهارده انت ما تقدرش تحكم على كابتن حسام، بس تقدر تقول ان في مؤشرات وعوامل ايجابيه بتظهر. الراجل زي ما قلنا بيستغل ضعف الفرق اللي قدامه، الراجل بيقدر يكسب سكور، الراجل بيقدر يعمل شخصيه للفرقه. وده برضه بتشوف كرات طوليه، ماشي كرات طوليه برضه في بعض اللمسات العرض فيه، بس كده ومفيش كلام تاني ممكن ان هو يتقال. على الاقل في رايي المباراه كانت سهله وفي بعض الاحيان ممله جدا، لكن على كل الف مبروك للمنتخب، وفي انتظار ان شاء الله التاهل والحصول على كاس الامم الافريقيه التي ستقام في المغرب باذن الله. وشكرا.